وينكم؟ شو ماكو حد؟ يلا تعالوا بدنا نسوي الدولمة. خليني ادور زين. هاي انتو هنا؟ مرحبا. فزيتوا؟ اعتذر من هاي الفزة. اليوم الدولمة. خلينا نبدي بالخطوة الأولى ويلا بسرعة. تمن مصري، تمن مكسر أو تمن عنبر إذا تحبون، باقلة، بصل، طماطم، فلفل، خيار، كلش طيب بالدولمة جربوه. شجر، باذنجان، سلق، شبنت، واللحم والأضلاع اللي بنهاية الجدر. عندي معجون، ملح، لمندوز. أول شي باذنجان أقسمه بالنص، شوفوا أشكشكها. أبدي بالفلفل بهالطريقة. أحفر الخيار نفس الطريقة. الشجر هنا عندي كبار فحسوي 3 أقسام. هذا قسم أول، هذا القسم الثاني والثالث. حبايبي هسه راح أقطع الثوم. الثوم كلش يعطيها نكهة طيبة كلش. راح أثوم الطماطة. كلش طيب بالحشوة، وأهم شي هو والشبنت والثوم. وطيب شي الشبنت راح أثرمه أني كلش هواية، يعني كلش أحبه. انتو اذا مو كلش تحبوه يعني قللوا. طيب دبس الرمان. نسيت اقول لكم الليمون، حستعمل نص ليمونة. اخر مكون اللي قلت لكم عليه بالاخير اقول لكم اياه، لا تخترعون من راح اقوله. القهوة. القهوة ايش راح تسوي؟ احنا حاطين ليمون ودبس الرمان، ملح، يعني كلها حوامض وحلا، لان دبس الرمان شوي بيه حلا. القهوة هي اول شي حتعطي لون، ثاني شي مرارتها تعادل كل الاشياء، ما راح تطلع مرة نهائيا بالدولمة نهائيا. جربوها وشوفوا زين. بس انتو دائما يسألوني شنو هذا اللون الحلو بالدولمة، هي هذا اللون الحلو. القهوة هي تعطي هذا اللون. يعني احنا دائما نشوف مثلا الدولمة شوية بيجي فاتح ينزل ميها وهالشغلات، بس القهوة تعطيها لون كلش حلو. مو هواية يعني، رشة بسيطة هالقد كافي. اللحم حطه فوق. حبايبي هسه راح احط مي دافي على مود احط الورق العنب والسلق حتى يذبل. اهم شي باللف، اهم شغلة انه ما نملي الاشياء هواية، لان من نمليها يصير التمن ما ياخذ مجال من ينطبخ ويظل يطلع من برا، فيصير شكلها كلش مشوه ومو حلو. يعني كل شي ما ياخذ طبيعته من يستوي. حطيت شوية الورق عنب عفوا بالمي والسلق، بس شوية يعني يذبل اشيله. الناعم يكون يعني برا والخشن يكون جوا، لان الخشن ما يستوي بسهولة. ولازم نحطه ورا هاي الاشياء، ما يصير نحط السلق قبله، لان السلق ما يتحمل بسرعة ينطبخ. بس ورق العنب لا، مو بسرعة ينطبخ، يحتاج له. تمام. خلصت اللف، خلص السلق، شوية حفر الطماطة وضفت هاي الباقلة ظلت عندي، حرام ترجع وتخرب، فهاي مش راح اضيفها. انتو اذا ما تحبوها لا تضيفوها، بس انا لين كلش احب الباقلة اضيفها. شوفوا هي على البخار تستوي. يا سلام. اليوم راح نتحر الباقلة. من بعدها اشغل النار على عين عالية كلش، على مود شنو لحد ما تذب المي مالتها وتلجع. يلا انصيها واضيف لها خلطة. هسه انا وياكم راح نسويها سوية. وشوية حزغل بالزيت. وغطيها لحد ما تشكشك ويلجع عندنا البصل يجي نشتم ريحته. نصيها على نار كلش ناصية ونضيف لها خلطة. تعالوا يمي خلينا نشوف ان شلون نسوي الخلطة. حبايبي انا حستعمل تمر هند قطعة واحدة، وراح استعمل نص ليمونة لان اني احبها كلش حامضة، وراح استعمل ملح بس. ما اضيف معجون بعد نهائيا، لان سألتوني بالتعليقات ضحى تضيفين معجون بالخلطة، فاني ما اضيف معجون، بس بداخل الحشوة. الليمون راح اضيف المي حسب الكمية،
يعني أنا أعرف كميتي. هذا الجدر ايش قد؟ هذا الجدر قياسه أتوقع 22، فأنا هالقد راح أستعمل له ماي. أهم شي الماي يكون يغمرها، يعني فوقها بكلش قليل. راح أذوبها وبعدين أرجع لكم. هسه راح أحط عليها. أنا عندي هذا الماعون، عفوا القبغ. انتو عندكم ماعون، عندكم أي شي تحطوا فوقها، عمود 13 يعني عمود حافظ عليه من زيد ماي. فأنا راح أحطها، شوفوا، ولحد ما تنشف بعد أكثر يلا أزيد الماي. ما يصير يزيدون ماي وهي بعدها بها ماي نهائيا، لأن ما تصير طيبة. هسه خلصت، يعني نشف الماي مالتها واشتميت ريحة البصل. من تشتمون ريحة البصل إنه شوية طلعت عندكم، بس تضيفون الماي، تنصوها وتضيفون الماي. وإذا شفتوا مثلا طلع منها هواي ماي وعمود المرد، ضيفوا حسب حاجتها. تفهموني؟ يعني هسه اني ذبت هواي ماي عندي اليوم، في احتمال ما راح اضيفها كله. شوفوا، نص النار كلش لحد ما تنشف عندنا، وبعدها هم نتركها تشرب الماي يعني اللي بيها، وبعدها نقلبها. استوت الدولمة وطفيتها حتى تشرب الماي اللي يبقى شوية بيها والسوائل. هسه راح نقلبها. الله يستر. اكيد كل واحد مثلي انه من يقلب الدولمة، انا متأكدة منها يعني كلش زين، بس هيجي تحسون هيجي بخوف، وخاصة اذا عندكم عزيمة شو راح يطلع شكلها، خاف يطلع مو حلو. نفس الاحساس وداعتكم. يلا تعالوا حبايبي. صح اشيل القبر. ويلي اول شي ضربت بخشمي ريحة الباقلة اللحظة الأخيرة، وراح تاكلين يا ضحى، وريحة الباقلة ضربت بخشمي وراح أبكي. لا ما راح أبكي كده. مستعدين؟ 1 راح أقلبها عاد، 2 3. لا والله حقلبها. يلا انقلبت. عفوا، هلا اقربها يمكم حتى من اشيلها تبين. خليني اشيل الجدر. واو واو واو. نعدلها لحظات. دولمتنا صارت جاهزة. أنا اليوم ما نشفتها كلش لأن عاجبني شي أروق الماي مالتها. نيتي أخليكم تشمون الريحة. الريحة قاتلة قاتلة قاتلة. أتمنى حبيتوها حبايبي، وأتمنى حبيتوا طريقتي، وأي أحد يسويها دزوليها على انستغرام، يعجبني أنشر الشغل مال حبايبي. باي باي.